ألف مبروك للمنتخب المغربي داخل القاعة، التتويج بلقب الدوري الدولي المنظم بكرواتيا ضد رومانيا. بصراحة الكرة المغربية عالمية ومدرسة كروية في جميع الفئات العمرية، وألف مبروك للشعب المغربي الشقيق. هذا إخوتي حيا للأولى سعيا، نشهد الدنيا أننا هنا نحيا. رحلة في المغرب برجولية عالمية. أنا نحب نقدم الشكر فريمو من كل قلبي لكل مغربي يعيش في البلاد هذيك، كل مغربي قابلته في المغرب، خاطر بالرسمي قد ما نحكي لكم على اللي صار في المغرب والله الواحد ينسى يا في حوانت يا في ريستورونات يا في قهاوي يا بارتو يا في الشارع. كانت عندي كرهبة ديما حط فيها درابو تونس، صدقوني في كل بلاصة مشيت لها، أي بلاصة مشيت لها رحبوا بيا، والله ربي رحبوا بيا أحسن ترحاب. أنا مرتي مغربية بيهتا، مرتي مغربية، الجنسية نتاعها مغربية، والله العظيم بيهتا كيفاش الناس تتصرف معايا. صدقوني يا عباد يا أهل الكرم وأهل الجود أكل الناس هذاك. إن شاء الله ربي معاكم، كورة تغوروا ما تغوروش هذاك ما يعنينيش، انا اللي يعنيني الاكسبيريونس اللي عشتها والاكسبيريونس تاع الكان وتشجيعكم لتونس، وحتى الفئه الصغيره اللي شجعت مالي. بالنسبه لي انا راهي ما تمثلش المغرب، هذاكم ناس دخلوا حبوا يعملوا جو، شيخوا على جمهور مالي كيفاش يغني. لي بالنسبه لي انا اكسبيريونس انوبليابل. بطبيعتي انا المغرب معناها ديما باش نمشي لها باذن الله، انا عندي ولدي تونسي مغربي، معناها الدم متخلط مع المغرب. برافو للتنظيم، برافو للأورجانيزاسيون، الاستاديين، البوليسية، والله وين مشيت لقيت كان ترحيب قسما بالله. وهذا كلام من القلب وحقيقة، مش كلام تزييف، هذه حقيقة. يعطيهم ألف صحة، إن شاء الله ربي يصلح لكم في بلادكم، وإن شاء الله تونس ترجع وتخلط وتفوت المغرب إن شاء الله. عز ما خلق ربي عرفتهم هم المغاربة، مشيت لكازا، مراكش، أكادير، والحمد لله. هبطنا في أكادير، مشينا لإمسوان، درنا السيرف، مشينا لصويرة، مشينا لمراكش، مشينا لكازا. اليوم الصباح تحية لدرب السلطان وديما وداد ديما وداد وفرحوا بينا الحقيقة. شمال افريقيا شعب واحد احنا معناها، فرحوا بينا على الاخر، ندخلوا ناكلوا ما نخلصوش، ما والله لا يخليونا نخلصوا. ضربنا المسمن زاد 10 كيلو، هذا فهمتي، المسمن والان. الولاد سحرونا المغاربة، سحرونا بالاحترام نتاعهم، سحرونا بحبهم للتوانسة، سحرونا باستقبالهم في كاس افريقيا، سحرونا خويا، سحرونا، حبيناهم وحبونا. الحمد لله على نعمة الأخوة، خاوة إلى يوم يبعثون. ورانا نحبوا كل دول العربية، السعودية، الإمارات، الجزائر، ليبيا، قطر، سوريا، العراق، الأردن، اليمن، فلسطين، جميع الدول العربية. لكن فما ناس ما يحبوكش تحب الدول هذه. نورمالمون احنا نروحوا وقت يروح تونس نروحوا، ما عجبتنا المغرب، عجبتنا الرباط، انا زدنا قعدنا وديجا نشجعوا في المروك ان شاء الله. المغاربه فرحوا بينا، معناتها يشكروا فينا، والتوانسه فهمت ظهروا لنا برشا محبه، حسونا اللي احنا عباره في تونس ما احناش في المغرب فهمت. باهي انا جيت نهار 23 ايوه نورمالمون معناها نرجع وقت اللي تروح تونس، نرجع لبلادي ونخلي عائلتي زدغات. زوجتي اليوم تقول لي هاي روح تونس، هيا روح. قلت لها ما جمت نروح لان عجبتنا بالحق، امان، امن، ناس، اخلاق عاليه، يعني بصراحه تامه. الواحد يعني واحد كي سافر، انا سافرت كاي بلاد كي تمشي لها احسن حاجه هي تحس يلزمك بالامان، نحينا من الفلوس ونحينا من كل شيء، تبدا انت حاس روحك في بلاد امنه. صارت لها الحمد لله ربي، فما امان برشا، وفما احترام، وفما كل اللي ما شفتوش في برشا بلايص انا شفتهم في المغرب. تصدقني يعني بلد احترمتنا كثير، وعشنا كأننا في بلادنا وكأننا في ما خرجناش من تونس. حقيقة شابوا للمغاربة وشابوا لهم وبارك الله فيهم ونشكرهم. مغربي أمن سلطة الكل. السلام عليكم. تو ما يقارب 1 صباحا
وعمال النظافة معناها قاعدين ينظفوا في الشارع لنا في طنجة المغرب. ثبتوا لنا معناها العباد مازالت سهرة حتى التو، هما ينظفوا شبرا شبرا لين الشوارع برجولية تراها فيها روحك كي المراية تولي ما ثماش حتى وسخة موجودة. شوف حتى الكراهب ديجا يشعلوا شعلان، الغبرة مش موجودة تماما. وهذه هي هذه هي طنجة برجولية أنظف من أوروبا، بيسحدوا رواحهم برشا نظاف. شوف القاعة تشعل شعلان، عبارة قاعد في ما نعرفش في مدينة كما البرازيل ولا بلاصة نيويورك. شوف النظافة، شوف حتى الجر زاد تولهاو بيه بالكدا بالكدا. شوف النظافة برجولية، برافو. رسالة لكل شعوبنا باش ناخذوا نفس المنوال. نحبكم برشا من مدينة. فرجوا شوف المواطنين شنو يركبوا في مدينة كازا. شوف هذه مدينة كازا، لو نحكي أنا ماهيش دولة أوروبية ولا. فرجوا على كازا، فرجوا على النظام، فرجوا على العالم. طرقات نظيفة، مرور، لافتات في كل مكان. شيء جميل والله، شيء بصراحة شيء ولا أروع من هذا. ما زلنا في جولتنا. يعني مرسيدس تو ما لقيتش أنا كار معناتها تكون ماهيش مرسيدس. معناتها أنا قاعد حير تو هذه ساعة ما فهمتش علاش ما لقيتش حاجة خايبة. كل شيء جميل، كل شيء واضح. بلاد محترمة نفسها، بلاد تخدم على السياحة صحيحة، تخدم على استقطاب الأجانب من كل مكان، حسن المعاملة. أنا في محاضرتي التدريبية اللي قمت بزيارة مدينة الرحمة كان استقبال بصراحة استقبال جميل جدا يليق بهذا الشعب. وزدت كبر في عيني أن الشعب المغربي من احترامه لنا، وهذه حاجة راهي تفرح برشا أن نشوف شعب يستقبلك بالورود. يعني قبل بداية الدورة التدريبية ومخصص لك يعني مكتب خاص للدكتور سامي محجوبي. هذه ما إلا راهي رسالة للشعب العظيم هذا اللي يقدر الناس ويقدر الطاقات العلمية، واللي لقيت منهم كل الاحترام. أنا في هالفيديو هذا راني رسالة شكر للمركز التدريبي والخدمات التكوينية EM كازابلانكا مدينة الرحمة. أقل حاجة رسالة شكر للإدارة وللطاقم الإداري وللسادة الجامعيين اللي تعرفت عليهم، كلهم أخلاق وكلهم درجات علمية. يعني لهم تجارب حتى في الخليج، في دولة قطر. يعني حاجة ممتازة جدا. أنا تشرفت وشفت حتى قامات علمية في المستوى هذا اللي يخدموا على تعليم دولة قطر وأبناء قطر في الذكاء الاصطناعي من عام 90 يعني. وهذا شرف لنا أن نلاقوا معناتها طاقات علمية كيف هذه. وهذه هي الجولات تاع العمل اللي تخلي تعرفنا بالطاقات الفكرية وتعرفنا معناتها بالناس يكونوا يوجهوا معناتها رسالة للدولة المغربية من حسن استقبال وعلم وكل شيء يعني. وهذه حاجة تفرح برشا برشا. شوفوا كالعادة ديما المناطق الخضراء والنظافة وهذوما الحاجات احنا نحبوها. راهو ديما الحافلات
نفس النوع مرسيدس من أرقى ما فما موجود احتراما للمواطن المغربي. وهذه نعاودها ونعاود، راهو دولة تسخر حافلات مرسيدس لأهاليها ومواطنيها، هذا دلالة على احترامهم للمواطن المغربي. شوفوا انتم شو تلقوا الجمال، تلقوا الأخضار، تلقوا الأشجار، تلقوا الأزهار. يعني أنا بحكمي مختص في الاختصاصات النفسية يهمني برشا راهو الطبيعة، تهمني برشا، لأن كي أشوف أنا الأزهار في كل مكان راهي حاجة تفرحني برشا. لذلك ماذا بينا معناتها الدول العربية تاخذ بمشعل المغرب وبتطورها الحالي. والله هذا مش عارف شنو هو أنا بالضبط، مش فاهم بالضبط شنو هو، لكن نكتشفه معاكم، مش عارف نعرف.